السلام عليكم خوتي. غادي ندخلو ديريكت للوصفه. عندنا هنايا التمر، الكميه ديرو شحال ما بغيتو. انا عندي 500 غرام في الباكيه، كانت نص كيلو، وزايدين واحد 50 غرام ديال الفابور. يعني اللي في المانيا، فين غادي، فين شريتو خديتو انا من عند الاتراك. 500 غرام فيها 2 اورو و99. وكما قلت لكم زايدين فيها 50 غرام. يعني التمر ضروري يكون هذا النوعيه اليابسه. في المغرب خوتي راه عندنا تبارك الله التمر اليابس. في المانيا عندي غير هذا اللي لقيته، ولكن تا هو راه كيصلح هذا السكر ديال التمر. صافي كي لاحظتو مسحتو، يعني ما تغسلوش شي، مسحوه بوحده بوحده، لان كيكون فيه التراب ولا هذا. صافي وكتحلو كيكون من الداخل ديالو يابس، تيكون يابس هكا. كتشدو خوتي وكتقطعوه قطيعات صغار، لان هذا غادي ندخلوه للفران. هكا يبس غير على خاطرو، يعني فوق ما درتو شي حاجه هكا طيبتو في الفران، غير كيدفى شويه كتدخلوه يبس. المهم الكميه كما قلت لكم ديروا شحال ما بغيتو، انا درت نص كيلو وصافي. وغادي ندخلو الفران، هذا شي 2 3 المرات. عطيو له هكا الوقت نتاعو، ما تعطيوش السخونيه بزاف. يعني كما قلت لكم اي حاجه درتوها في الفران خليه غير يدفى شويه، ودخلوا التمر ديالكم حتى يبس على خاطرو. كانت الشميشه راه هذيك هي الزوينه. المهم تبقاو ديروا له بحال كنديروا الزرع هكا، كنيبسوه حتى تيبس. راه كتشوفوا ولا بحال الحجر، يعني هذا يابس مزيان. صافي وكتشدوه بالطحانه ديالكم وكطحنوه. ومن الاحسن تكون شي طحانه مجهده. هذا واللي كتسوليني خوتي دائما على الطحانه ديالي، انا خديتها هذه من امازون. صافي هذا هو الطحين. كنطحنوه مزيان بحال هكا كيجي، وكتستعملوه كبديل للسكر الاصطناعي. ومنين طحنتو صافي غادي نغربلوه. صافي كيجي غزال ورائع، وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. وكانت الطريقه ديالو سريعه وسهله. غير نتوما لا كنتو كتيبسوا التمر ديالكم كما قلت لكم، عطيوه غير الوقت هكا، يعني باش ينشف غير على خاطرو، ما تجهدوش البوطه باش ما يتحرق لكم شيء. وكديروه في علبه زجاجيه وكتقدموا خوتي بالصحه والراحه. راه كيبقى مده طويله حتى تيتسالى، راه ما كيخسر شيء. ايوا هي هذه خوتي، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه ديال اليوم اللي كانت سريعه وسهله وتستاهل لي لايك، ما تنساونيش. وبالسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.